السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم غايه. أنا الحمد لله يا ربي. كما العاده اليوم نشارك معكم وصفه المبرجه. المبرجه الاسم تاعها يعني يختلف عفوا من ولايه الى ولايه. حنايا في الغرب الجزائري نقولوا لها مبرجه. نشوفوا مع بعض المقادير. السميد اللي نستعملو في المبرجه عباره عن سميد يكون رقيق. فوالا. دونك هنايا ديت 3 كيلات سميد رقيق مع نصف كيله، يعني النصف هذيك ماشي معمر بزاف. قلعوا منه ان دوا ولا دو دوا تاع الفارينه، وديروا ملعقه صغيره ملح. هذيك الملعقه تكون معمره غايه بالملح. فوالا. الوغ خلطوا السميد تاعكم مع الفارينه والملح، خلطوهم غايه. من بعد هنايا كما راكم تشوفوا عندي نصف كيله تاع زبده، يعني دهان عادي صول. ذوبته كما راكم تشوفوا وخليته يبرد لي دو كوتي. هذيك النصف الكيله كملتها يعني بالزيت، يعني حتى ولات لي كيله كامله. فوالا. يعني كما راكم تشوفوا درت الزيت مع الدهان، هذه هي. خليتهم يبردوا لي غايه. من بعد درتهم في السميد تاعي كما راكم تشوفوا. نقعد نبسس في السميد تاعي غايه لمده 5 دقائق. من بعد هنايا كيما راكم تشوفوا ضفت ملعقة كبيرة تاع السكر. السكر الفايدة تاعه في المبرجة هو يعني المبرجة تاعي كي طيب، كي نحطوها يعني في الحليضة ونطيبوها، هذاك الاحمرار مناش يجي من السكر. فوالا. كيما راكم تشوفوا زدت بسسته غاية هذاك السكر حتى يعني قاع يذوب لي لمدة 5 دقائق، يعني بين التخليط الأول والثاني 10 دقائق. فوالا. دونك نقعدوا نخلطوا في السكر تاعي حتى نتحصلوا على هذيك العجينه، يعني كي نرفدوا السميد تاعنا يقعد هكا يتكور. هذه هي. هنايا اش ديروا؟ جيبوا اناء تاعكم، ديروا كاس لاتاي تاع الماء مع كاس لاتاي تاع حليب. فوالا خلطوهم. وهنايا قعدوا تشربوا في السميد تاعكم. قعدوا يعني تدوا بلا كونتيتي صغيره وتشربوا السميد تاعكم. هذه هي. بالنسبة لطريقة الخلط ما تعجنوش السميدة تاعكم، نو، حاولوا انكم ما ديروش عجينة. قعدوا كي شغل غير تبسوا فيه، هذا ما كان، يعني كي شغل تدوا في السميدة تاعكم وتجيبوا، هذا ما كان. الوغ الباقي تاع هذاك الخليط تاع الماء والحليب ما غاديش نديره كاع في هاد العجينه. دونك غادي نخلي شويه شويه من هذاك الخليط، نخليه على جهه. وهنايا كما راكم تشوفوا كي شغل قعدت نخبز فيها غير هكا بشويه من الفوق يعني. في هذا السميد درت له يعني كيس بلاستيكي وخليتها 8 دقائق تتشرب لي هذيك العجينه. فوالا. بالنسبه للتمر هنايا كما راكم تشوفوا انا يعني ديت نصف القطعه تاع التمر. درت لها شويه قرفه، تبغوا نتوما ديروا كبابه جلجلا يعني كيما تبغوا. انا درت برك شويه تاع القرفه. وهنايا كيما راكم تشوفوا درت شويه ما مع ملعقه صغيره، تكون ملعقه يعني عمروها غايه بالدهان. قعدوا تحلوا في هذاك التمر تاعكم. كي هذاك الدهن تاعكم قاع يذوب يعني والتمر تاعكم ينتحل. شوفوا اذا كان التمر تاعكم قاصح زيدوا له الماء، يعني قعدوا تزيدوا له في الماء حتى يولي هذاك التمر تاعكم جاري. حصلت هنايا على عجينه يعني بزاف طريه شابه باش كي نحلها يعني الطريقه تاعها ما تجينيش صعبه، يعني تجيني سهله في الحل. فوالا. خليت التمر على تاعي على جهه. وهنايا كما راكم تشوفوا جبت السميد تاعي. شوفوا كان اللي نحل فيه ما راش عباره عن عجينه، راه مازال شغل مازال خاصه يتشرب غايه بهذاك الحليب والماء. درت هذيك الكميه تاعي تاع الحليب والماء درتها كاع في العجينه. وهنايا نبدا نعجن فيها. إذا شفتوها مازال خصها الحليب والماء زيدوا لا كونتيتي. إذا شفتوها يعني مليحة يعني سا ديبون، يعني كل الوحدة والسميد اللي طيح فيه كي داير، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. دونك هنايا انا قعدت نزيد في شويه حليب، خاطر ندير حليب خاطر ندير ما، خاطر ندير حليب خاطر ندير ما، يعني ما قعدتش ندير هذيك الكميه تاع كاس. فوالا. دونك قعدت شغل غير نرش بالحليب والماء حتى تحصلت على هاد العجينه، يعني عجينه متماسكه. وانتم كي تعجنوها يعني غادي تعرفوا باللي هاد العجينه كي تحلوها غادي اسكو تتفتت لكم ولا لا. دونك هنايا انا زدت لها تاني شويه ما، باسكو عرفتها بلي غادي مازال باقي لها يعني تشرب باش كي نحلها ما تتفتتليش. هذا ما كان. دونك هنايا قسمت العجينه تاعي اون دو. تحتاجوا الميزان باسكو ما غاديش تعرفوا ولا يعني نورمال.
معليش، اللي ما عندهاش ميزان المهم تقسم، يعني دير عينها ميزانها، تقسم العجينة تاعها، هذا ما كان. هنايا جبت كيس بلاستيكي، حليت فيه العجينة تاعي الأولى كيما راكم تشوفوا، حليتها بالوراق. اسيو ما ديروهاش غليظة بزاف وما ديروهاش رقيقة بزاف، يعني ديروها متوسطة الحجم، هذا ما كان. هنايا قعدت بلا كوبات، قعدت نسقم فيها على شكل يعني مربع. وزدت حليت هنايا التمر تاعي يعني في كيس بلاستيكي واحد اخر، حليته عفوا على شكل، يعني ما درتش مربع نيشان، يعني شويه باسكو شويه غبني، فوالا. ورفدته ودرته فوق لاباط تاعي، هذا مكان. وقعدت شغل نسرح فيه مع العجينه باش يلصق فيها، باش يعني كي ندير العجينه الفوقانيه ما يقعدش هكا يخرج لي. هذه هي نفس الطريقة العجينة الزاوجة تاني عجنتها في كيس بلاستيكي ودرتها فوق التمر تاعي والعجينة الأولى، هذه هي. وقعدت نضغط عليهم هنايا كيما راكم تشوفوا بالوراق، ندير يعني حجم واحد، هذه هي. يعني ما درتهمش رقاق بزاف وماشي غلاط بزاف اللي يقعدوا لي كي نطيبهم يقعدوا خضرين، يعني درتهم الحجم تاعهم متوسط. كيما راكم تشوفوا هنايا بديت نطبع في المبرجة تاعي. دونك الطابع اللي استعملته كاري، نتوما يعني كل وحده والاختيار تاعها، ماشي مشروط تستعملوا الطابع كيفي. هذه هي خليتهم ربع ساعه على جهه، يعني كي طبعتهم خليتهم ربع ساعه على جهه. من بعد كيما راكم تشوفوا درت هنايا الحديده تاعي اللي غادي نطيب فيها المبرجه على نار تكون متوسطه رايحه للناقص. دونك درتهم يطيبوا، حمرتهم غايه في الاطراف. هذه هي. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم. جيسبر كو تسيوها ومع السلامه.